النادي الأهلي يتوج رسميا ببطولة الدوري المصري للمرة ال 44 في تاريخه، ليبتعد عن أقرب منافس ليه وهو نادي الزمالك ب 30 لقب. يعني أنت دلوقتي عشان نادي الزمالك يقدر يحصل النادي الأهلي في البطولات في بطولة الدوري المصري، عايز النادي الأهلي يقعد 30 سنة في بيته عشان يقدر يحصله، كمان ممكن ما يحصلوش. النادي الأهلي اللي بيحصد البطولة للمرة الثانية على التوالي السنة اللي فاتت والسنة دي، النادي الأهلي اللي الموسم ده بيعمل رقم جديد. يمكن الرقم ده آخر مرة كان قدر يعمل الرقم ده كابتن مانويل جوزيه 2004 2005 وهو 17 فوز متتالي. النهارده النادي الأهلي أو مارسيل كولر بيكسر الرقم ده ب 20 فوز متتالي. النادي الأهلي اللي بينافس نفسه في البطولة بشكل كبير جدا يعمل الإنجاز أو يعمل الرقم 2004 و2005، يجي 2024 عشان يكسر الرقم ده. كده مفيش حاجة تتقال غير النادي الأهلي بينافس نفسه في البطولات المحلية، حتى البطولات الأفريقية النادي الأهلي قدر إن هو يحصد في بطولة دوري أبطال أفريقيا 10 كلين شيت، وقدر إن هو يحسم البطولة من لا هزيمة. فبكده النادي الأهلي محليا وأفريقيا بينافس نفسه. النادي الاهلي اللي قدر يفوز في الموسم ده في موسم الدوري المصري 20 فوز متتالي علشان يكسر رقم 2004 2005 17 فوز متتالي. النادي الاهلي اللي بقى صاحب 152 بطولة في تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما معودنا ان هو في حتة تانية. بص على النادي الاهلي وعلى اي نادي تاني هتلاقي النادي الاهلي مش بيشتغل ومركز في البطولة اللي هو عايز ياخدها وبس، عكس الانديه التانية اللي مركزه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي بيكسب بالتحكيم، النادي الاهلي بيكسب بان لجنه المسابقات بتجامله. مفيش كده في النادي الاهلي، ما يعرفش حاجه غير ان هو ياخد البطوله. النهارده النادي الاهلي بيتوج بالبطوله رقم 44 في تاريخه، ليبتعد اكثر واكثر عن اقرب منافس ليه. ارقام مارسيل كولر مع النادي الاهلي، المدرب اللي انا شايفه يعني هيجي وهيكسر ارقام كتير. المدرب ده هيعمل انجازات اكتر من كده لو الاداره عملت اللي هو عايزه. ايه هو اللي عايزه من الاداره؟ ان هو يعمل راحه للعيبه الفتره اللي جايه كلها. انت النهارده قدرت ان انت تحسم الدوري خلاص، المفترض او اللي احنا سمعناه ان مارسيل كولر مع اقرب طياره هيسافر يقضي اجازه مع عائلته، واللي هيتولى المسؤوليه كابتن سامي قمصان. ده يدل على ان النادي الاهلي قدر يحسم الدوري بدري عشان يدي اللعيبه دي راحه بدري، بحيث ان هو يعمل استشفاء معاهم كويس ويخش الموسم الجديد بفتره اعداد كويسه يقدر ان هو يوصل بيها لاكبر عدد مباريات في الموسم. ومش عايزين نشوف حته الاصابات في النادي الاهلي دي. يمكن الفتره اللي فاتت دي كانت كلها اصابات بسبب فشل المنظومه في حته الاداره للدوري المصري. الناس اللي بتقول ان لجنه المسابقات بتجامل النادي الاهلي، لجنه المسابقات ما بتعملش حاجه غير ان هي بتضر النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه اللي بتشارك في كونفدراليه او دوري ابطال. اكتر واحد هيبقى مستفاد من بطوله دوري مصري ومنظمه هو النادي الاهلي، وده اللي بنتمناه في الموسم الجديد. ارقام مارسيل كولر مع النادي الاهلي، مارسيل كولر اللي بيقدر يفوز مع النادي الاهلي ب 20 فوز متتالي ليكسر رقم مانويل جوزيه 2004 2005. مارسيل كولر اللي منذ تواجده في النادي الاهلي قدر يحصد 9 بطولات. النادي الاهلي دايما بيعمل المدرب، بيعمل اللاعب. النادي الاهلي دايما اللي اسمه بيخلي اللاعب ده بعد ما يعتزل يشتغل على اسم النادي الاهلي وعلى حس النادي الاهلي لسنين جايه كتير قدام. وشفنا ده في لعيبه متواجده في الاعلام حاليا. يعني انا افتكر ان هي لو في مكان تاني غير النادي الاهلي هي ما كانتش هتبقى متشافه لغايه النهارده. فبالتالي النادي الاهلي هو اللي بيعمل اي حد. مارسيل كولر اللي قدر يفوز ب 10 كلين شيت في دوري ابطال افريقيا وقدر ان هو يحصد البطوله باللا هزيمه. مارسيل كولر من المدربين اللي هتاخد منها احسن من كده في الفتره اللي جايه لو مشي بدماغه. بمعنى انا عايز اللعيب ده يجي، انا عايز اللعيب ده يريح يجي. وبنشوف مارسيل كولر ما عندوش نجم الفريق، ودي اهم حاجه في المدرب. بمعنى ان انا عندي امام عاشور نجم الفريق طلع زعلان ان هو استبدل، ولا زعلان مثلا ان هو ما لعبش النهارده، اجي مثلا عشان خايف ان اللاعب يعمل مشكله ولا يعمل حاجه
اجي لعبه تاني ماتش. لا، مارسيل كولر بيعمل روتيشن ما بين اللعيبه منذ تواجده في النادي الاهلي، وباي لعيب بينزل بيقدر ان هو يفوز. مارسيل كولر اللي بيحصد دوري ابطال افريقيا وبيقترب بشده من الدوري المصري، لما جه الاعلام يساله قدرت تقدر ان انت تحسم الدوري؟ الكلام ده منذ 3 مباريات فاتوا. رد على الاعلام وقال لهم انا لسه ما حققتش حاجه لغايه النهارده، رغم ابتعاده عن بيراميدز ب7 نقاط. واحنا كلنا متعودين او عارفين النادي الاهلي لما بيصل للرقم ده ما بينزلش من على الدوري غير وهو محقق بطوله الدوري. امام عاشور مع النادي الاهلي، للناس اللي بتقول لك ان امام من ساعه ما جه الاهلي اتاثر، امام عاشور مع النادي الاهلي منذ تواجده في النادي الاهلي لغايه النهارده واخد 5 بطولات مع النادي الاهلي. واخد دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري، برونزيه كاس عالم، واخد كاس مصر. امام عاشور اللي مش هيلاقي مكان غير النادي الاهلي اللي يعمل فيه اسم ويعمل فيه بطولات، مع احترامي وتقديري لنادي الزمالك اللي كان متواجد فيه. النهارده شفنا لقطه، يمكن اللقطه دي دايما هي اللي بتخلي النادي الاهلي في حته تانيه. النهارده النادي الاهلي 0-0 امام سموحه يتوج بالبطوله، رغم ده على ان الجماهير بتهتف في المدرجات بان اللعيبه تفوق للمباراه عشان تقدر تحصد ال3 نقاط. النهارده النادي الاهلي حتى لو كان اتعادل، مش مكسب 1-0 بجون محمد مجدي قفشه، لا، ده حتى لو اتعادل كان هيتوج بالبطوله رسميا، الا ان الجمهور في المدرجات بيفوق اللعيبه عشان اللعيبه تاخد المباراه. ده ما بنشوفوش غير في النادي الاهلي وفي المدرجات بتاع النادي الاهلي ومن جمهور النادي الاهلي، عكس اي مشجع لاي فرقه تانيه. يمكن ده السبب الوحيد الرئيسي في ان النادي الاهلي ياخد البطوله النهارده، يقفل على البطوله دي لغايه ما يجيب البطوله اللي بعديها، وهو ده اللي مخلي النادي الاهلي دايما بيقدر يحصد البطولات. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم فيها منتخب مصر. منتخب مصر اللي كان ماشي بشكل كويس جدا بعد فوزه على اسبانيا، طبعا في المباراه اللي قدر يفوز عليها 2-1. طبعا المنتخب كنا مستنيين منه اكتر من كده. طبعا شفنا خسارته امام فرنسا 3-1 في مباراه، يمكن المنتخب كان عامل مباراه كويسه جدا. يمكن الشوط الاول كان المنتخب هو اللي متسيد المباراه، لان منتخب فرنسا قدر يكسب 3-1 في الشوط الثاني او في الاكسترا تايم. منتخب مصر النهارده انا ما اتفرجتش على الماتش، متعود ان انا لما بخش اجيب اي ملخص لاي ماتش بشوف هجمه هنا وهجمه هنا. النهارده اجيب ملخص منتخب مصر والمغرب، انا مش شايف حاجه غير ان منتخب مصر بيجيبوا الكوره يسنتر ويجي في جول، يجيبوا الكوره يسنتر ويخش في جول. ايه اللي حصل في المباراه؟ انا ما قدرتش ان انا اوصل له. ده بيدل على ان المنتخب او المدرب ده يعني بحته فوزه على اسبانيا هي دي اللي عملت يعني الاريحيه للعيبه، اللي خلت اللعيبه يعني بتلعب باريحيه جامده جدا. بحته ان هو يفوز على فرنسا 1-0 في الشوط الاول ويجي يتعادل في اخر دقايق في الشوط الثاني. ده اللي انا شايفه ان المدرب ما وصلهمش يعني المسؤوليه اللي فيها قد ايه. يعني دومتي ما وصلهمش حاجه غير انتوا فوزكم على اسبانيا ده انتوا كده خدتوا البطوله. كنا بنتمنى ان المنتخب المصري على الاقل ياخد برونزيه، على الاقل طبعا بعد الاداء الرائع اللي عمله امام اسبانيا وامام فرنسا. يمكن فرنسا اتغلب 3-1 الا ان كان منتخب مصر عامل هجمات قويه على منتخب فرنسا. هارد لك طبعا للمنتخب المصري، بنتمنى ان شاء الله المواسم اللي جايه يبقى افضل وافضل، وبنتمنى طبعا الكره المصريه تكون دايما في ازدهار. الامر الثالث فوز نادي الزمالك النهارده على زد 1-0 بهدف محمد عاطف. يمكن محمد عاطف النهارده لما راح حتته، طبعا يمكن غياب احمد سيد زيزو النهارده حط محمد عاطف في الحته بتاعته، قدر ان هو يجيب جون ولا اروع من كده. طبعا يمكن كان المباراتين بتلعب في وقت واحد، يمكن كلها دي ملخصات اتفرجنا عليها، غير ان محمد عاطف ده يعني خامه مبشره جدا لنادي الزمالك. وبكده تكون انتهت حلقتنا، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.